الجزء الاولاني احنا كل اصحاب المقاهي هيمنعوا اطفال المدارس من التواجد على المقاهي. في حد حضراتكم معترض على كده؟ خلاص، يبقى احنا هنضيف في القرار بتاعنا ان اصحاب المقاهي تم الاتفاق، او دي تعليمات او يعني ايا كان، مش عايز اقول اوامر، انا بس عشان كده اخواتي وحبايبي، وانا يعني مش في الجلسه دي اقصد ان انا اكون كده، انا بتكلم على اني واحد من الناس بحاول احل المشاكل قدر المستطاع. يبقى احنا هنتعهد جميعا ان كل اولاد المدارس هيمنعوا منعا باتا من الجلوس على المقاهي ومن، معلش حقوق عليا في الكلمه اللي اقولها، تناول الشيشه. حضرتك يا فندم انا شايف الوجوه وقادر اقرر ايه اللي انا بقوله مقبول وايه اللي بقوله مش مقبول. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني خليني بس اقول سياده النائب الزيني فين؟ سياده النائب محمد، حضرتك طلبت ان الرخص تتمد لغايه 30/6 للغير مرخص. اسمح لي اقول لحضرتك، حضرتك عارف انا بقدر حضرتك ازاي وبقدر كل الساده النواب ازاي وارائهم كلها فوق راسي. لكن لو انا مديته ل 30/6 هيفضل في حالات همدها ل 30/7، هيفضل في حالات همدها ل 30/8. خليني اقول لك على حاجه ثانيه. انا هعمل ايه؟ انا هعتبر القهوه الغير مرخصه ما دام قدمت الورق والورق بقى في مجلس المدينه هرفع ايدي من عليها. ليه بقى؟ المشكله كلها جت في ملعبي. انا بقيت مسؤول عن الناس دي وعن ارزاقهم. ما دام هو يعني لا بس بشرط عشان ما بقاش بنضحك على بعض، بشرط اسمعني بس، بشرط استكمال الاوراق وان تكون الاوراق سليمه. في حاله واحده بس هيبقى في مشكله، ان المجلس يرفض لمخالفه القهوه بعض القوانين او اللوائح او الاشتراطات. في مشكله في كده؟ اللي ورقه سليم وتمام التمام وفله انا هتحمل عنه اي مشكله تحصل، انا اللي هشيلها. خلاص كده؟ ويبقى هنفضل ل1/5، الناس كلها قبل 1/5 هتقدم ورقه قدامنا شهر اهو، مش كده؟ اعتقد الورق سهل. لو حد وقف في حاجه وعايز استثناء يبقى في 1 ولا 2 يقولوا وانا هديهم استثناء. خلاص كده؟ لان 30/6 هتمد 30/7 هتمد 30، وانا جربت حكايه مد المده دي جربتها كتير جدا. كويس كده؟ طيب ده جزء. في جزء اخر وهو المقاهي خارج الكتل السكنيه. يعني ايه خارج الكتل السكنيه؟ المقاهي اللي على الطرق العموميه، صح كده؟ المقاهي اللي على الطرق العموميه دي انا برضه وطبقا للقانون ما اقدرش اسيبها تحت 24 ساعه، مظبوط؟ مستحيل. يعني هو نفسه انت نفسك لما على الطريق حضرتك ما بتفتحش 24 ساعه اكيد، يعني نادرا ما بتحصل. لكن انا ممكن اخد ده في اعتباري واقول مثلا انا هعمل ده ساعه زياده عن كل القرار اللي احنا هناخده تبقى ساعه زياده مثلا. فانا موافق ان انا ازود ساعه زياده عن القرار اللي هناخده دلوقتي للقهاوي اللي على الطرق السريعه اللي مش تحت مباني سكنيه. اول الساعه 12 جميع المقاهي في محافظه دمياط هتمتنع عن تقديم الالعاب زي الطاوله والضمنه المصدره للاصوات، وهتمتنع عن تشغيل اي شاشات عرض او اي يعني اغاني او خلافه او حاجات مصدره للصوت او مزعجه للجيران، وهتمتنع عن تقديم الشيشه خارج حدود القهوه. يفضل 11:30 في الشتاء. معلش سامحوني انا عارف انا بقول ايه. ما حدش فيكم يفضل خلاص 12 في الشتاء ماشي، والساعه 1 صيفا.